السلام عليكم ومرحبا بكم في برنامج أسرار العقل الباطن. هذا البرنامج خاص بالعقل الباطن وبالعلم ديالو، واليوم غادي تكون أول حلقة. بيان سور غادي نهضروا على العقل الباطن فيها. الحلقات المقبلة غادي نشوفوا فيها بزاف د المواضيع اللي قريبة للعقل الباطن. على سبيل المثال غنشوفوا لي في بلاسيبو، لي في نوسيبو، غادي نشوفوا التنويم المغناطيسي، غنشوفوا قانون الجذب، نشوفوا مواضيع بحال هكا اللي زوينه واللي نقدروا نقولوا عندها واحد الاسرار ديالها، واحد لي سوكري اللي يقدروا يعاونوكم تزيدوا في الحياه ديالكم لقدام. ملي تنهضروا على اللاوعي مباشره كيمشي التركيز ديالنا على شي حاجه اللي غير واعيه، اللي حنا ما متصلينش بها في قلب منا، العقل الباطن ديالنا، ولكن لا واعيه. كاين اللي تيقول دابا بلي اللاوعي العقل الباطن يمكن له يخليك توصل للسلم، السلام، الثراء، الشعور بالوفره، كيخليك توصل تغير حياتك، دير الشفاء الجسم ديالك من الامراض. دونك اليوم غادي نشوفوا الاسرار ديال هذا العقل الباطن وكيفاش هذه الامور كتوقع وعلاش كتوقع. اذا انا ادعوك يا عزيزي المتفرج باش انك تركز معايا مزيان، زول لي ديستراكسيون، جلس بوحدك في واحد البلاصه زوينه وزير الصمته مزيان، لانك غادي تمشي في واحد الرحله عجيبه وغريبه في العوالم ديال العقل الباطن. باش نهضروا على العقل اللاواعي غنبداو بعدا بالعقل الواعي. شنو هو العقل الواعي؟ العقل الواعي هو داك الجانب اللي تيفكر بطريقه عقلانيه، كيشرح الامور، كيعطي واحد التفاسير ليها بواحد الطريقه بسيطه، نقدروا نقولوا ما فيهش واحد لا بروفوندور، ما كيدخلش للاعماق. ونفس الشيء العقل الواعي كيعني انه داك الشعور اللي كتحس بلي انا هو شكون، انا شكون اللي واعي بهاد الامور، العقل الواعي ديالي. بيان سور ديما تنهضروا على هاد الشيء بواحد الطريقه سطحيه، لان الناس اللي كيديروا التامل واللي كيدخلوا في التنويم المغناطيسي كيعرفوا باللي انت ماشي هو العقل الواعي، انت شي حاجه كثار من داكشي بزاف. الا شفنا الدماغ عنده واحد القشره، نقدروا نقولوا بداك القشره ديال الدماغ هي اللي تتسمى العقل الواعي. لو راس ديال لو سيرفو اي سا ريبريزونط اكثر من 90% ديال لو سيرفو كتسمى العقل الباطني. العقل الباطني عنده بزاف ديال لي فونكسيون. العقل الباطني كيتحكم حتى في لي زورغان ديالنا، حتى في الاعضاء ديالنا، في التنفس، في الهضم، في دقه القلب، كيتحكم في كل شيء هذا العقل الباطني. وفي بعض الاحيان ما تنقدروش كاع نتحكموا فيه، ما عندناش القدره على السيطره عليه. على سبيل المثال الا بغيتي توقف دقه القلب ديالك ما تقدرش ديرها امبوسيبل، ما صعيب. بوتيتر كو سي بوسيبل بور دي ميتر، يعني شي ناس اللي فاهمين الجسم ديالهم مزيان، ولكن انسان عادي ما يقدرش. كاين ان سيستيم دو بروتيكسيون غنهضر لكم عليه من بعد. بار كونطر الا حطيتي رجليك فوق الارض وحسيتي بداك الشعور ديال رجيلاتك فوق الارض، او لا ركزتي على الشعور ديال الحويجات ديالك، الحوايج فوق الجسم ديالك، او لا ديال الصدر ديالك، الكريشه ديالك تتنفخوا مع التنفس، غترجع واعي بهذه القضيه. ولكن قبيله راك كنتي في نفس كنتي الحوايج كانوا محطوطين فوق منك وكنتي كتنفس، علاش ما كنتيش كتحس بهم؟ اللاوعي ديالك كان حاس بهم. وشحال من با كيكون حال باش يكبط فيه شي تيكيتا ولا شي حاجه كديرونجيك كتنساها، اللاوعي ديالك مازال كيحس بها، اللاوعي ديالك مقلق منها، الوعي ديالك نساها. دونك دابا بدينا نفهموا شي شويه شنو هو العقل اللاواعي، واخا عاد بدينا نهضروا عليه، بدينا نتقربوا شي شويه. اي سا سي بيان، لانه للاسف اللي تنشوفوا في المدارس ملي تكونوا صغار او لا في الليسي تعلي تنقراو الاول يوم ديالنا الفلسفه، تيجي تيقول لك اللاوعي هو واحد البلاكار عامر بالطاقه السلبيه، عامر بالكبوتات، عامر بالشذوذ الجنسي، ما عرفت شنو. واحد كيتخلع تيقول شبيني انا وبين هذا اللاوعي، ما عندي ما ندير به انا كاع هذا اللاوعي هذا اللي عامر بهذه الطاقه السلبيه كامله. ولكن فريمون كنا غالطين، لان اللاوعي بوكو بلوس كو سا. هذيك لا تيوري دو فرويد، انا شخصيا تنشوف بلي داك فرويد غير تيخربق، نقولها نيشان. ملي تيجي تيقول لك لو كومبلكس ديديب هو ان الراجل كيبغي ينعس مع الام ديالو ولا المراه كتبغي تنعس مع الاب ديالها، سي دو نيمبورط كوا.
هذه القضيه انا كمعالج نفسي صادفتها نوبه واحده في العمل ديالي، وكنقيلوا نديروا في ليبنوز. ما كايناش هذه القضيه هذه، سي ان مونسونج. يمكن في لي زاني فين كان هو عايش في لوطريش كان واحد القمع بواحد الطريقه عجيبه وغريبه، كانت هذه القضيه تماك في ذيك الثقافه ديالهم، ولكن ما يمكنناش حنا نتبازاو عليها. حنا المسلمين بالعكس ربي تيقول لنا افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، ماشي ادمغه، ماشي وعي، ماشي الوعي، ماشي العقل الواعي، القلب. والقلب بالعربيه كيعني لي بروفوندور. القلب تيعني العقل الباطن، كيعني شنو حامل في الجوهر ديالك، في الباطن ديالك. هذا هو المعنى ديال القلب. دونك ما يمكنليش انا نجي نقول سي اللاوعي ما مزيانش، او كونترير. دايور الا جيتي تشوف دابا داك الاختراعات الكبيره والعظيمه والعجيبه ديما تيجيو للانسان في واحد اللحظات في شكل كيقدر يكون ناعس وكينوض خصو يكتبها، كيقدر يكون كيصوغ واحد شويه كطيح عليه فكره زوينه، اولا كيقدر بحال داك ارخميدس خرج كيجري من الحمام وجدتها. شنو الاكتشافات العظيمه؟ تنقول لك ماشي انت اللي كتصوبها، ماشي الوعي ديالك، لا وعي ديالك. دابا شويه غنكمل لكم النقاط القويه ديال اللاوعي، ولكن غير باش نزيد نقرب لكم اللاوعي اكثر. اللاوعي كيدير واحد القضيه كتسمى اوتو بايلوت. هاد اوتو بايلوت هي اي واحد تيسوق تعرف شنو هي. غير كتركب في الطوموبيل كتقول غنمشي لواحد القنت الفلاني، كتبرك على لومبرياج وكتمشي كتلقى راسك وصلتي. كيسكي سي باسي؟ بيان سور النهار الاول سيتي با كوم سا. النهار الاول ما كنتيش داكشي اوتوماتيك. النهار الاول كنتي كتعلم، كانت صعيبه، خصك تهز السينيال، خصك دير بروميير، خصك دير دوزيام. فين مشى هادشي كامل؟ تو تيستوكي في اللاوعي، كل شيء مخزن في اللاوعي ورجع اوتوماتيك، تخدم اون اوتو بايلوت. العقل الباطن عنده بزاف ديال الخاصيات ايجابيه، عنده بزاف ديال واحد لي غول، واحد الادوار في العقل ديالنا. نقدر نقول لكم بلي العقل الباطن هو لو موتور، هو داك المحرك اللي كيخلق اي طاقه ايجابيه في الجسم ديال الانسان، اي فكره ايجابيه، اي مشروع، اي انيشياتيف بوزيتيف. من بين لي غول كلي اي برينسيبال ديال العقل الباطن عندك داك المساله ديال الحلول الابداعيه. الا مشيتي لعند العقل الباطن وطرحتي عليه واحد المشكله وقلتي له بغيت واحد الحل، جربها، حط ورقه بيضاء وستيلو وحط اكبر مشكل عندك، اصعب مشكل عندك، وقول للعقل الباطن ديالك، سول راسك لداخل القلب ديالك، بغيت الحل لهذا المشكل. وسول راسك سانسيرمون بصدق، ماشي تقول انا ما نعرفش، انا مقلق، انا ما نفهمش، لان ديك الساعه كدير ان بلوكاج على العقل الباطن، ما كتخليلوش الفرصه فين يخدم، بحال الا كتقبصو. اون فوا تسول العقل الباطن على الحلول وكيبداو يخرجوا الحلول بواحد الطريقه غريبه. قبيله قلت لكم العقل الواعي يعني تيخدم بطريقه راسيونيل، تيقولوا دون فاسون لينيير، بحال واحد السطر، واحد زائد واحد تساوي جوج. درتي لي هذه اذا نديرو هذه، ما درتيليش هذه اذا ما نديروش هذه. تخدم بطريقه عقلانيه بزاف، فيه لي نيغوسياسيون بزاف. اللاوعي تخدم بواحد الطريقه عجيبه، واحد الانرجي كيجمع لك كل شيء، كيجمع لك المشاكل والحلول وكيخرج لك بواحد الحاجه ابداعيه، عجيب وغريب. ما يلفو فير كونفيونس. الدور الثاني ديال العقل الباطن هو انه تيستوكي المعلومات، كيستوكي البرامج وكيستوكي لي سوفونير. هنا بيان سور كيستوكي لي سوفونير نيجاتيف باش انه كيفيتيهم، ولكن ايضا كيستوكي لي سوفونير بوزيتيف وكيبداو يتسموا دي ريسورس، يعني موارد اللي يمكن له يجبدهم كما بغى. تفهم بحال هاد الموارد على سبيل المثال، اول نهار تعلمتي شي حاجه جديده، او نهار تعلمتي تمشي، او نهار تعلمتي تركب على البيشكليت، هادشي كامل مسجل عندك في اللاوعي ديالك. عندك واحد الثقه في النفس، هذاك اللي تيقول لي انا ما تايقش في راسي، لا راه عندك واحد الثقه في النفس مخزنه في واحد البلاصه مع واحد الموضوع واحد اخر، غير خصك تتصل مع داك لي ريسورس بوزيتيف. هنا ملي كنبقاو نهضروا على العقل الباطن بزاف، بيان سور يفو كومبروند كاين واحد الطريقه باش اننا كنهضروا مع العقل الباطن، هي اللي تتسمى ليبنوز. ليبنوز سي اون سيونس دو لا كومونيكاسيون افيك لانكونسيون. التنويم المغناطيسي، واخا التسميه بالعربيه عجيبه تنويم مغناطيسي، مي ليبنوز اون جينيرال سي تنقولوا واحد الطريقه ديال التواصل مع العقل الباطن، يمكن لك تتواصل معاه. دابا حنا تنهضروا على الخصائص ديالو والادوار ديالو، ولكن دابا نديروا شي حلقه واحده اخرى كيفاش تبرمج العقل الباطن. بيان سور كما تتعرفوا هادشي راه هو اللي تنديروه في الانستيتو ديالنا، في الانستيتو دو سوبكونسيون.
مع هذا العقل الباطن، تنعاونوا الناس بداك لي براتيك بيان اورغانيزي اننا نوصلوا للبرمجه ديال العقل الباطن. هادشي كيكون في واحد لا ديوري ديال ان ان، واحد لا فورماسيون تنديروها اللي كتبقى على مده ديال عام. كيجي الواحد شاك دو سيمين وتيحضر لدي سيمينار وكيتوصل بواحد لي زوديو ديال ليبنوز. هادشي كامل علاش؟ باش ان الواحد فريمون يوصل لذاك لا كونيكسيون بوزيتيف افيك لانكونسيون ويقدر ياثر فيه بطريقه ايجابيه. الدور الثالث ديال العقل الباطن هو لا بروتيكسيون، الحمايه. هذه الحمايه كتخلي ان العقل الباطن ما يوصلش لواحد الحاله سلبيه، تتحميه من داك المشاعر اللي ما قادش انه يتحملها. في بعض الاحيان بالحق هذه الحمايه كتكون ماشي في مصلحتنا، كترجع الحمايه كتلعب واحد الدور اكثر من القياس. هنا فين كتصلح داك الانترفونسيون فين الواحد كيهضر مع داك الجانب ديالو. ديما العقل الباطن خصنا نفهموا بلي الي بري ا بارلي. العقل الباطن يمكن له يتواصل معك، تيفتح البيبان ديال التواصل، غير حنا خصنا تكون عندنا هذه النيه. قلت لكم لا بروتيكسيون في مصلحتنا، ولكن في بعض الاحيان الشيء اذا زاد عن حده انقلب الى ضده. الدور الرابع ديال العقل الباطن هو لا كومونيكاسيون. العقل الباطن ديالك تيكومونيكي معك في وسط النهار ديالك، il va t'envoyer des signes. هاد لي سيني يا اما غتشوفهم في واحد المسائل اليوميه، يا اما غيجيوك دي ميساج من عند شي اصدقاء ديالك، ولا غادي يخرجوا لك دي ميساج في جوجل في ما عرفت فين، او لا حتى لو كور ديالك il va communiquer avec toi. غتحلم واحد الاحلام، غادي تجيك واحد تسمع واحد الهضره وغتاثر فيك بزاف، غيجيوك المشاعر بزاف، غادي تبكي، او لا غيجيك شي حريق، او لا غادي يطيح لك الشعر او ما عرفت شنو غادي يوقع. لو كور هيومان il communique. فو داك لا كومونيكاسيون il faut chercher شنو الهدف منها، علاش وقع لي هذه المساله. هنايا باش الواحد كيفهم لو ميساج كلي اللي كيوصلوا لنا من العقل الباطن. دابا ندير واحد الحلقه على الامراض النفسيه والجسديه اللي كيجيو للانسان واللي السبب ديالهم العقل الباطن وكيفاش نقدروا نتشافوا منهم. النقطه الخامسه والاخيره في هذا الابيزود ماشي في العقل الباطن، لان العقل الباطن عنده بزاف د الخصائص ماشي غير خمسه، ولكن النقطه اللي بانت لي دابا مهمه نقولوها هي ان العقل الباطن it's a shaper of belief systems. شنو معناتها الشيبر؟ يعني هو اللي كيعطي لا فورم، اللي كيعطي الشكل ديال داك المعتقدات اللي كتحمل حول ذاتك، سواء كانت ايجابيه او لا سلبيه. الهضره والمعتقدات اللي كتامن واللي كتبقى تقولها وتعودها على راسك كتبقى تدخلها للعقل ديالك، كتفيكسا واحد الوقيته في داك العقل الباطن، كترجع مرسخه. الا كانت ايجابيه هنيئا لك، ولكن الا كانت سلبيه كتكون بحال واحد الصنم، بحال داك الافلام اللي كنا كنشوفوا، داك الصنم اللي تيهضر مع الناس وتيقول لهم هذا ما تصلحش، هذا ما مزيانش، ما غتنجحش، ما غتعرفش، ما غادي ديرش، الحياه ديالك كتبقى بائسه، انت انسان فاشل. هذاك هو داك الصنم الى بريزون في الدواخل ديالك. الا كنتي كتبقى تعمر راسك بالطاقه السلبيه، او لا كان واحد من الوالدين ديالك ديما عليك بالانتقادات، انت كتحط راسك فوق الورقه باش انك تقراها ولا باش انك ما عرفت شنو دير، هما كينوضوا داك الاصوات سلبيه. منين جايين؟ من اللاوعي ديالك. ابخي اون فا بارلي دو سا بيان سور. هادشي كله يتعالج، يمكن هذاك الاصوات نرجعوهم زوينين، نقدروا نرجعوهم حنان، نقدروا نرجعوهم او كونترير كيشجعوك. هادشي كامل الي بوسيبل. العقل اللاواعي تيستوكي داك لي كرويونس، هاد لي كرويونس سوا بوزيتيف ولا نيجاتيف يمكننا نخدموا عليهم. هادشي كامل كنقول لكم دوبي تو طالور داخل في الاطار ديال الاريكسونيان هيبنوثيرابي. اريكسونيان هيبنوثيرابي جايه من اريكسون، ميلتون اريكسون. كان واحد السيد اللي جالس فوق الفوتوي رولو هو اللي اخترع طريقه جديده ديال ليبنوز، بعيده كل البعد على ليبنوز اللي كيدير هذاك فرويد، داك ليبنوز قديمه ديال لا بسيكاناليز. ليبنوز مودرن كتسمى ديال ميلتون اريكسون، ان بسيكياتر انكرويابل. داك لي ريشيرش اللي كان كيدير وداك لي زيكري اللي كان كيكتب ولا ميثود ديالو اون جينيرال، كان كيدير واحد الامور عجيبه في الكابيني ديالو. جو فوز انفيت سي فوز دي ميدسان ولا بسيكولوج تقلبوا عليه. اي سي فوز دي جون اللي عاجبكم هاد الدومين وصافي، تنقول لكم بلي العقل الباطن ديالنا اكتشفنا عليه امور عجيبه. هاد ميلتون اريكسون شوف كيفاش جالس فوق ان كانابي ما تيتحركش، والناس كيجيو يزوروه من جميع انحاء العالم. علاش؟ غير حيت كيهضر واحد الهضره اللي حلوه واللي زوينه كتهضر في العقل الباطن ديالو. دونك فوالا الحلقه ديالنا جات للنهايه ديالها. هضرنا بزاف على العقل الباطن، ما هضرناش على كيفاش تبرمج العقل الباطن. غنخليو هادشي لحلقه واحده اخرى. والجواب على السؤال الحلقه، واش العقل الباطن ديالك يمكن لك تتحكم فيه؟ انا نقول لك بلي العقل الباطن هو اللي يتحكم فيك، ماشي انت اللي تتحكم فيه. لو شونجمون il vient de l'intérieur. التغيير غادي يختارك، ماشي انت اللي غتختارو.
اللاوعي ديالك il est beaucoup plus puissant que ce que tu penses que ce que tu crois. غير خصك تعمر راسك بالنيه وبالحب ديال لي بروفيت وديال سيدنا رسول الله. هذا هو اللي كيخلي الانسان يتخير. اما العزيمه والاراده راه غير واحد الكوش، غير واحد القشره، غير الغطايه ديال شنو كاين داخل، كيس كي سباس على الانتيريور. دونك ما تبقاش كتحاول تحكم في العقل الباطن، سلم امورك لله et tu vas voir un changement extraordinaire. Donc الحلقه كما قلت لكم تسالات. Je vous invite à partager cet épisode باش اننا نحطوا لكم beaucoup d'autres épisodes في الفيتور. شجعوا القناه ديالنا. en même temps تنقول لكم واحد الخبر زوينه بزاف، وهي لو روتور دي فورماسيون ديال العقل، المعهد العقل الباطن. غادي تبدا ان شاء الله كما قلت لكم في لي زوتر فيديو ابارتير دو موا 10 شهر 10 ديال 2023. الا كنتو مازال ما عارفينش سميتو لي زانفورماسيون على هاد لا فورماسيون، دخلوا لا باج وقلبوا في لي زيفينمون، راه غتلقاو تو لي ديتاي تو لي زانفورماسيون، او لا اتصلوا بنا. الله يحفظكم والى اللقاء ان شاء الله. مع السلامه. au revoir.